صباحك يا مصر، صباح الخير. حلقة السبت 10 ديسمبر، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هتكون عندنا حلقة متميزة جدا بعد الفقرة الإخبارية، نشرة الأخبار ومنشطات الصحف وقراءة في بعض مقالات اليوم. سيكون لدينا لقاء خاص جدا وظهور تلفزيوني لأول مرة بعد حلفها اليمين كوزيرة للشؤون الاجتماعية والتأمينات. ستكون لدينا الدكتورة نجوى خليل، وهي طبعا الوزيرة التي حلفت اليمين مع وزارة الدكتور الجنزوري كوزيرة للشؤون الاجتماعية والتأمينات بعد فصل الوزارة عن وزارة التموين، والتي سيتكفل بها الدكتور عبد الخالق جودة، طبعا أو جودة عبد الخالق عفوا. لكن الوزيرة لديها مهام كبيرة جدا، وكانت في أول أولوياتها قالت إن الفقر سيكون على رأس أولويات الوزارة الجديدة، وملف التأمينات والمعاشات التي ثار حولها جدل كبير بشأن ما حدث من الوزير الأسبق، وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، حين تم العبث بهذا الملف وضياع بعض الأموال التي تخص أموال المعاشات. طبعا بالتأكيد أيضا هناك ملف مهم جدا ستهتم به الوزيرة الدكتورة نجوى، وهو ملف المنظمات المدنية وهيئات المجتمع المدني، التمويل الذي يخص هذه المنظمات. ونحن فتحنا هذا الملف يوم الأربعاء وتحدثنا عن التمويل الأجنبي، كيف ستتعامل الوزيرة مع هذه الأولويات الكبيرة، ما هو أول القرارات التي ستتخذها حين وصولها إلى مكتبها، وأهم الأولويات على طاولة وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات. اللقاء الأخير سيكون إن شاء الله حول سؤال مهم جدا يطرح الآن في مصر، وجدل مثار حول هل تكون مصر دولة رئاسية أم دولة برلمانية؟ والفرق طبعا واضح. الدولة الرئاسية هي كما تعودنا، مصر حتى الآن هي دولة رئاسية يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة. أما إذا كانت مصر دولة برلمانية فسيكون على البرلمان تشكيل الحكومة من الحزب الذي سيحصل على الأغلبية. طبعا هناك من أيد هذا النظام وهناك من أيد النظام الآخر، وسنعرف أسباب تأييد كل طرف لنظام معين، وما هي السلبيات والإيجابيات في كل طريقة من هذه الطرائق لتشكيل الحكومة وحكم مصر في المستقبل. بالتأكيد كل هذه الفقرات واللقاءات مع ضيوفنا الكرام ستكون بعد فقرة الأخبار. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح من برنامج صباحك يا مصر، وفي أهم أنبائها: الأموال المهربة إلى سويسرا في طريقها إلى مصر، ومطالبة إسبانيا بتسليم حسين سالم. استمرار الجدل حول تكوين المجلس الاستشاري بعد انسحاب الإخوان وشخصيات عامة. الجنزوري ينفي تبعيته للنظام مبارك ويستهجن حملة الهجوم الشبابية عليه. مرحبا بكم. أول أخبارنا اليوم يمنح بعضا من الأمل حول الأموال المصرية المهربة للخارج، حيث أكدت وكالة الأنباء السويسرية في تقرير نشرته أمس وجود انفراجة في قضية عودة الأصول المالية المجمدة في سويسرا والمهربة بواسطة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته. وقالت الوكالة إن القضية تتجه نحو الحل، وإن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل في وقت قريب إلى اتفاق على عودة هذه الأصول إلى مصر مثل ما حدث مع تونس. وتبلغ الأصول المملوكة لمبارك وبعض أقاربه التي جمدتها سويسرا نحو 410 ملايين فرنك. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد أبو بكر، عضو اتحاد المحامين الدوليين. صباح الخير أستاذ خالد. صباح الخير يا أستاذ جيهان. يعني مدى صحة هذا الخبر، أم أنه خبر إعلامي أو صحفي فقط للترويح على نفس المصريين؟ أولا أنا بحييك على هذه الجملة. الحقيقة أنا كثير من الإعلاميين كلموني، ما حدش فيهم الأول سألني عن صحة الخبر، يعني هو تعامل مع الخبر على أنه حقيقة ثم بدأ يسأل. لكن حضرتك أنا بحييك على أنك سألتي عن صحة الخبر. تعالي واحدة واحدة حتى بخبرتك الإعلامية نشوف.
وكالة الأنباء الشرق الأوسط نقلا عن وكالة الأنباء السويسرية، نقلا عن تصريح من شخص بيعمل في وزارة الخارجية السويسرية بيقول فيها أنه هناك تعاون فيما بين السلطات المصرية السويسرية في عودة الأموال. لا جديد، التعاون قائم من حوالي 7 شهور. ثانيا يقول أن هناك أمور قانونية وأن القانون السويسري لا يسمح إلا بتجميد الودائع في البنوك، لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بصدور قرار من محكمة سويسرية. ولا جديد، نعم اللجنة المشكلة هنا في القاهرة تعي تماما من اليوم الأول أنه في حالة رغبة الحكومة المصرية في عودة هذه الأموال لابد من إصدار حكم قضائي سويسري نهائي يمثل فيه المتهمون جميعا بمحامين يطعنوا في هذه المحاكمات، ثم يقولون إذا انتهى القاضي إلى عودة هذه الأموال إلى القاهرة يكون حكما نهائيا تعود به الأموال إلى القاهرة. الحقيقة اللي أنا بس بسأله وعايز أسأل حضرتك، ما الجديد في الخبر؟ يعني أنا لم أجد أي نوع من أنواع الإضافة. نفس الرقم 400. يعني هو نسبة الخبر إلى وكالة الأنباء السويسرية، يعني هل هو صحيح؟ يعني الوكالة السويسرية تقول إنه هناك أمل، يعني من مصدر هذا الخبر؟ نريد أن نعرف المصدر، هل هو مصدر قضائي؟ نحن أمام شقين من الخبر. الشق الأول هو تصريح المسؤول، الشق الثاني هو استخدام سواء جريدة الأهرام أو وكالة أنباء الشرق الأوسط لاصطلاح انفراجة. يعني من الذي وصف هذا التصريح بأنه انفراجة؟ عندما يقول المسؤول القانوني أنه على الحكومة المصرية أن تصدر حكما قضائيا سويسريا نهائيا. هذه هي المعطيات الموجودة لدينا في هذا الملف منذ اليوم الأول، لكن من الذي استخدم لفظ انفراجة حتى هذه اللحظة أنا لا أعرف، هو اصطلاح صحفي. لكن بكل حال من الأحوال أنا بسأل حضرتك وعايز المشاهدين يسمعونا في ده، فين هي الفلوس؟ يعني هو الموضوع ليس يعني لا نتكلم عن الآليات، خلاص الآليات عرفت تماما، لابد من استصدار أحكام نهائية مصرية تتبعها أحكام أوروبية لعودة الأموال. لكن هل في النهاية كل هذه الأموال تمخضت عن 410 مليون فرنك سويسري؟ هذا السؤال يوجه إلى لجنة استرداد الأموال. أين هي الأموال التي يعني ظللتم أياما وشهورا طويلة تتغنون بها؟ من هي الجهة المنوط بها البحث عن هذه الأموال؟ هو سؤال أيضا أستاذ خالد، بما أنه حضرتك معانا هذا الصباح، يعني ما الجديد أصلا في محاكمة مبارك؟ أين هي محاكمة مبارك؟ لقد يعني نسيناها تماما ولا نعرف ما الجديد في هذه المحاكمة حتى الآن، لنقول أن هناك انفراجة في تسليم الأموال المهربة. طيب، محاكمة مبارك متهم ب4 تهم من قبل النيابة العامة. هذه المحاكمة لسبب أو آخر كانت مؤجلة 28/12 القادم، ستبدأ المحاكمة مرة أخرى. محاكمة كانت تسير بشكل موضوعي جدا لولا ما حدث في الجلستين الأخيرتين، لكن لسبب أو لآخر رأى أحد المحامين المدعين بالحق المدني رد القاضي ورفض هذا الرد، إلا أن المعاودة ستبدأ من 28 ديسمبر القادم. أنا كل حال من الأحوال أنا عايز أقول لحضرتك أن كل الأمور تسير في إطارها الطبيعي، فيما عدا ما يتعلق مع لجنة استرداد الأموال المصرية في الخارج. هذه اللجنة حقيقة أنا أود أولا أن تصارح الشعب المصري بكل شيء، وأول شيء لازم تصارح به الشعب المصري أين هي هذه الأموال التي تم رصدها. نحن نتكلم عن 410 مليون فرنك، مش معقول هنصرف 200 مليون فرنك عشان نرجع 410 مليون. فأنا مرة ثانية بقول لحضرتك إنه العمل الجاد الشفاف الذي يعطي للشعب المصري نوع من أنواع المصداقية هو الذي يطرح له كل المعطيات التي اللجنة المسؤولة حتى وإن كانت محبطة للشارع المصري. طيب، يعني في سياق الخبر القادم أستاذ خالد لم نقرأه بعد، ولكن الخبر يقول أنه في السياق نفسه قال المستشار عاصم الجوهري رئيس لجنة استرداد الأموال إن اللجنة قدمت مستندات إلى الجانب الإسباني للتحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد صدور أحكام بإدانته في قضايا غسل أموال، وإن الأمر الآن بيد القضاء عقب إعلان مجلس الوزراء الإسباني نيته تسليم المتهم إلى مصر. هذا الموضوع أيضا موضوع حسين سالم، وأنا أعلم أن لديك يعني معلومات وخبرة في هذا الموضوع، كيف تعلق عليه؟ أنا الحقيقة يعني بصراحة تعبت الكلام في موضوع. أنا بقول لكل مصر وأرجوكم تسمعوني في النقطة دي، وأتحدى أن حد يكذبني فيها. اللي حصل مصر أخطأت خطأ كبير جدا. احنا رحنا لقينا الويب سايت بتاع الاتحاد الاوروبي ولستة الناس المطلوب التحفظ عليهم من قبل السلطات المصريه خاليه من حسين سالم، خاليه من حسين سالم. يعني مصر
طلبت التحفظ على اسماء 16 الى 21 رجل اعمال لم يكن منهم حسين سالم، وبالتالي اصبح لدى هذا الرجل حتى لحظه القبض عليه في اسبانيا لم تكن نص تطالب بالقبض بالتحفظ على امواله، والدليل على ذلك انهم وجدوا حسابات بنكيه لصالح حسين سالم. اذا لو كانت مصر طلبت من الاتحاد الاوروبي التحفظ على امواله لكانت هذه الحسابات مجمده. بقى حسين سالم حرا في امواله السائله والمنقوله حتى لحظه القبض عليه في اسبانيا. وبعد هذه المرحله باكثر من شهر ونص فضلت اقول للنائب العام واقول للمستشار عاصم الجوهري عليكم ان توكلوا محامي اسباني لمتابعه هذه القضيه نظرا لعدم وجود خبرات قانونيه مصريه في القانون الاسباني. ولكن الان تم تعيين محامي اسباني على ما اعتقد. ده مؤخرا بعد كده بقى خسرنا مده قد ايه؟ خسرنا اكثر من 8 شهور، ولاحظ ان حسين سالم خرج في التوقيت اللي كان فيه مبارك في الحكم، يعني خرج بادوات وبمعطيات مساعده رئيس جمهوريه قائم. طبعا كل ذلك لم ننتبه اليه. الحقيقه انا بقول مره ثانيه علينا جميعا ان نعي ان مسؤوليه رجوع هذه الاموال والسؤال عنها هو في رقبه وذمه المستشار عاصم الجوهري ولجنته المشكله لذلك، والشعب المصري مره اخرى سيعطيهم الفرصه، الا اننا لن نسكت ولن نسامح في حال فشل هذه الجهود وعوده هذه الاموال. شكرا جزيلا أستاذ خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين على هذه المعلومات، ونتمنى أن تكون هناك معاملة منصفة ودقيقة لاستخدام الأخبار في موضوع الأموال المهربة إلى خارج مصر. قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إن المجلس ملتزم بتنفيذ ما ورد في المادة 60 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن الجمعية التأسيسية للدستور هي المختصة بوضع الدستور، ويتم اختيارها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وقال شاهين في مداخلة تلفزيونية أو تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج الحقيقة على قناة دريم مساء أمس إن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، وعندما تصدر القوانين عنه تكون ملزمة، مضيفا أن المجلس الاستشاري دوره معاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبدي الرأي في مشروعات القوانين ثم يرسله إلى المجلس فيعرضه على الحكومة فتقول رأيها ثم يذهب إلى مجلس الشعب. مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، وهو اللي بيبقى القوانين لما بتصدر عنه بتبقى ملزمة. مجلس الاستشاري ما بيطلعش قوانين، ده بيدرس بيقول رأيه ويبعتها بعد كده للمجلس الأعلى، المجلس الأعلى بيعرضها على الحكومة، ثم الحكومة بتقول رأيها، بعد كده بيروح على مجلس الشعب. ولذلك حضرتك لو لقيت في البند الثاني اللي هو كما يختص بإبداء الرأي في ما يعرض عليه من المجلس الأعلى، ثم 2 إبداء الرأي في مشروعات القوانين، وده هتنتهي مهمته بالنسبة لمشروعات القوانين بعد فور انعقاد مجلس الشعب والشورى. وأحدث تشكيل المجلس الاستشاري حالة من الجدل في الشارع السياسي المصري بعد إعلان العديد من القوى والشخصيات العامة الانسحاب منه، أبرزها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. وقال رفيق حبيب أمين مساعد الحزب إنهم لن يشاركوا في المجلس الاستشاري لأنه أضيطت به وظائف لم تكن من اختصاصه مثل دوره في كتابة الدستور، وأن يكون له دور موازن لدور البرلمان. بينما قال القيادي الإخواني سعد الحسيني إنه ليس من سلطة المجلس الاستشاري اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وإذا حدث سيكون هذا اغتصابا لسلطة الشعب، وعلى الشعب أن ينزل إلى الميدان بشكل سلمي ليظهر اعتراضه. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود غزلان، وهو طبعا المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. صباح الخير يا دكتور. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. موقف جماعه الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله من المجلس الاستشاري، هل تم تغييره بناء على ما قاله اللواء ممدوح شاهين بالامس انه لا يوجد هناك اغتصاب او محاوله لتقليص صلاحيات مجلس الشعب القادم؟ بالحقيقه الكلام المنشور الان انه هذا المجلس
سوف يتولى تعيين 40% من اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع الدستور. هذا اغتصاب صريح وواضح. الشعب في مارس الماضي استفتي على 9 مواد، منهم المادة اللي ضمنت في الإعلان الدستوري ورقمها 60 بتقول فيه أنه يجتمع مجلسا الشعب والشورى المنتخبون منهم دون المعينين فور تشكيلهما لاختيار لجنة من 100 عضو. هذه اللجنة هي اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور. فده كلام صريح ودستور صريح. وإذا كنا بننعى على حسني مبارك زمان انه بمجرد ما يتولى في كل مره يحلف بالله انه هيحترم الدستور والقانون وثاني يوم يدوس عليهم، فالكلام ده الكلام اللي بيقال الان هو نفس الحكايه، دوس على الدستور ودوس على اراده الشعب والتفاف عليها واغتصاب لسلطه الشعب وعدم احترام لا لسيادته ولا لارادته ولا لقراره. طيب دكتور محمود، يعني حضرتك تتحدث عن تصريحات اللواء الملا، ولكن حضرتك يعني استمعت إلى متن الخبر الذي قرأناه أنه اللواء ممدوح شاهين أكد أن المجلس الاستشاري دوره يعني استشاري فقط، وكان الزميل وائل الإبراشي بالأمس معه على الهاتف أيضا الدكتور محمد البلتاجي، وقال أنه إذا كان هذه التصريحات يعني نهائية سيكون ليس هناك داعي للخروج والانسحاب من المجلس الاستشاري. ما قول حضرتك في ذلك؟ والله المجلس الاستشاري لو كان دوره انه بيشير على المجلس الاعلى بالرأي فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، هيعمل مش عارف قانون ايه ولا هيتخذ الموقف الفلاني ماشي، انما هيتعدى ذلك الى الشعب كله والجيل كله وما بعده من اجيال في صورة صياغة الدستور، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدخل في صياغة الدستور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إن أنا أتدخل في تشكيل الهيئة التأسيسية التي سوف يناط بها وضع الدستور. ده تدخل في الدستور وتدخل في السياسة. ليس من حق المجلس إنه يفرض على هذا الشعب وإنه يخالف إرادته وإنه ينتهك المادة 60 وإنه الدستور اللي هيمتد إن شاء الله مثلا ممكن يقعد له 30 40 50 سنة إنه يفرض رؤيته من الآن. وبعدين الكلام هذا بيقول 60% يختارهم المجلس الشعب والشورى و40% يختارهم المجلس الاستشاري. احنا يعني قبل كده كانت ورقة السلم بتقول 20% يختارهم مجلس الشعب والشورى و80% يختارهم يجوا من بره. الحقيقه احنا في مجال مساومه، احنا بنبيع ونشتري. ايه 20% يعني فندم، يعني انا اتحدث مره اخرى عن تصريحات اللواء ممدوح شاهين الذي اكد بالامس انه هذه المعلومات ليست يعني صحيحه، ويعني قال معلومات جديده انه المجلس مهتم بانه اللجنه التاسيسيه ستشكل من البرلمان. يعني هذا هو اخر ما ورد من المجلس العسكري، فليهذا اسالك عن موقف الجماعه من هذا التصريح. الصحف اللي قدامي انا ما سمعتش الكلام ده امبارح. الصحف اللي قدامي البرلمان يختار 60% من تاسيسيه الدستور والاستشاري 40%. ده الكلام اللي قدامي. فاذا كان الكلام اللي قدامي ده صحيح يبقى ده افتئات واعتداء على سيادة الشعب وعلى الدستور وعلى إرادته، إرادة الشعب. فالمفروض ألا يتدخل أحد، ليس من حق أحد. مجلس الشعب والشورى هو اللي يختار هذه المية، يختارهم من جوه من بره، لكن احنا كإخوان بنقول انه ينبغي انهم يختاروا من جوه البرلمان ومن خارجه، وانهم ينبغي ان يمثلوا كافة اطياف المجتمع حتى طيب يعني كلام حضرتك يعني وليس بمقتضى الاغلبيه. كلام حضرتك مبشر جدا، ولكن يعني موضوع انه الدستور لا يكتبه الحزب الفائز بالاغلبيه، هذا صحيح. يعني المفروض انه تشكل لجنه من كل اطياف المجتمع. تتفق معي في هذا الكلام؟ نعم. تمام. إذا لا خلاف يا دكتور، يعني لا خلاف، يعني ما يقوله المجلس العسكري هو نفس ما نتفق كلنا عليه، يعني لا داعي لأن يكون الحزب الأغلبية هو الذي يكتب الدستور. احنا بنقول كده يا فندم، لكن هي الفكرة وما فيها يعني محاولة لوي ذراع البرلمان بحيث انه تفرض عليه اختيارات مسبقة سلفا، يجي انت لازم تختار ال 40 دول، ال 40% دول. هذا لا يصح. كما قيل قبل كده في مواد حاكمه تفرض عليهم لازم تحطوا المواد دي. مين اللي قال كده؟ طيب مين اللي قال كده؟
بالتأكيد. الدستور يا فندم، الدستور عباره عن وثيقه بيمنحها الشعب لنفسه، مفيش حد بيفرضها عليه، ومفيش حد الان يستطيع ان هو يقول ان انا بمثل الشعب، لا الحكومه ولا المجلس الاستشاري ولا المجلس القوات المسلحه ولا الاخوان المسلمين ولا اي حزب من الاحزاب يستطيع حتى الان انه يقول انا بمثل الشعب. الذي يستطيع ان يقول انني امثل الشعب هو مجلس الشعب والشورى بعد انتخابهما، لانه مفيش حد في المؤسسات الكتير اللي انا ذكرتها دي كلها منتخب حتى الان. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. من جانبه دعا الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي دعا حزب الحرية والعدالة إلى التواجد في المجلس الاستشاري لأن الاجتماع أفضل من الافتراق، وأن تكون موجودا وتناقش بإيجابية أفضل من الانشقاق والبعد على حد قوله. وأضاف أن حزب الحرية والعدالة تيار سياسي كبير وغيابه سيؤثر سلبيا، وأنه من جانبه كعضو في المجلس الاستشاري سيحاول التواصل مع قيادات الإخوان ودعوتهم للمشاركة. قال حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن المجلس العسكري مسؤول عن الانفلات الأمني خلال الأشهر الأخيرة، لأنه أثبت أن بيده الأمر لعلاج الانفلات الذي عاناه الشعب المصري، مثلما استطاع تأمين الانتخابات في المرحلة الأولى. وقال صباحي في مؤتمر شعبي لدعم المرشح البرلماني كمال أبو عيطة: نحن قادمون على زمن التحالفات والائتلافات بين القوى الوطنية، وقضيتنا الأساسية هي كيف تكون مصر آمنة مطمئنة، وكيف نحقق للشعب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. ينشغل الشارع المصري كله حاليا بالانتخابات البرلمانية الجارية التي تجرى جولتها الثانية خلال الأسبوع الحالي، وأقيمت أمس مناظرة هي الأولى من نوعها بين مرشحين في تلك الانتخابات في حي العمرانية بالجيزة. مراسلتنا شيماء فوزي حضرت المناظرة وجاءت لنا بهذا التقرير. احنا لازم يا جماعة نختار مرشحنا. تحت اسم اعرف مرشحك نظم أمس ائتلاف شباب العمرانية وشبكة العمرانية الإخبارية مناظرة هي الأولى من نوعها بين عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بمحافظة الجيزة، وهي العمرانية والطلبية وبولاق الدكرور. فكرنا بعد الاخطاء بتاعت المرحله الاولى وان احنا نسال الناس مش عارفين هيختاروا مين او على اساس هيختاروا مش على اساس برنامج، ففكرنا احنا الاثنين ان احنا نعمل ككيانين موجودين ان احنا نقعد مع المرشحين الموجودين في حي العمرانيه والطلبيه وبولاق. دعينا من خلال فيسبوك، من خلال تويتر، في صفحاتنا ائتلاف شباب العمرانيه وشبكه العمرانيه الاخباريه، نزلنا للناس في الشارع كلمناهم، وكمان عملنا ورق وطبعناه ووزعناه على الناس. احنا عاملينه اختار مرشحك. تتيح المناظرة لكل مرشح نفس الوقت ليعرف الجمهور بنفسه وببرنامجه الانتخابي. فكرة كويسة جدا بتفيد الناس في الشارع بان هم بيعرفوا برامج معظم المرشحين او كل المرشحين الموجودين التسعه، لانه تم اختيارهم من 50 مرشح موجودين في الدايره بتاعتنا. انا شايفها مبادره ممتازه واتمنى انها تفعل في كل دوائر مصر، يعني ما تبقاش بس موجوده هنا، لا تبقى موجوده في الدايره عندنا هنا، يعني لا تبقى موجوده في كل دوائر مصر. ما فيش اي حد في اي مكان تاني في مصر، مش هقول في الجيزه بس، عمل الحكايه ديت. الشباب كان نشيط جدا، راحوا جابوا نمر المرشحين عن كل دايره وكده، واتصلوا بيهم ودعوهم وحضروا لسته بالاسئله وابتدوا يسالوا ايه البرنامج بتاعكم، وابتدوا يسالوا اسئله قانونيه وايه الاليات اللي انتوا هتتناولوها عشان تنفذوا الاهداف اللي انتوا ناويين عليها في مجلس الشعب. دي طبعا فكره عبقريه وإبداعية جديدة بتتيح للمرشح وبتتيح للناخب الفرصة للتعرف على بعضهم، وبتدي فرصة أفضل للناخب للاختيار في المناظرة وإطلاق الأسئلة والمقارنة ما بين البرامج والمقارنة ما بين شخصيات المرشحين، وهي طريقة طيبة للاستدلال وتسهيل على الجميع لإفراز أفضل العناصر. تلك المناظرة هي مبادرة من شباب العمرانية الذين اجتهدوا ليختاروا فيها مرشحين من وجهة نظرهم هم الأفضل لتلك المرحلة، وفي كل الأحوال هي تجربة جديدة وجديرة بالاحترام مع أهمية بحث إمكانية تعميمها. شيماء فوزي، صباحك يا مصر. قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء
إنه الشخص الوحيد الذي خرج من الحكومة ولم يحصل على وسام ولا وظيفة، وحورب ومنع من الكلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لأنه كان يعمل للصالح العام، بينما المحيطون بمبارك كانوا يقنعون الرئيس السابق بأن مقترحات الجنزوري ستزيد من شعبيته. وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي أمس إن هجوم البعض عليه غير مبرر، وإن كثيرا من الشباب لا يعرفونه جيدا، وإنه اضطر لعرض بعض إنجازاته عندما كان رئيسا للوزراء في عهد مبارك لأن هناك من يتكلم في حقه. وعدد الجنزوري القرارات التي فتحت عليه نيران خصومه، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع والمقربون منه. بقول لشباب والأحفاد الثائرين إنه الشخص الوحيد في 30 سنة اللي فاتوا كان في 120 وزير و7 رؤساء وزارات خرج ولم يأخذ لا وسام ولا وظيفة، بل حورب من النظام ألا يتكلم معه لا وزير، حتى الوزراء اللي جبتهم أو رجل أعمال، لا لشيء إلا أن حينما أذهب لأي موقع كنت بقابل بالترحاب. فمش عاوز أضيع الوقت فيه، لكن أنا اضطررت أن أقول هذا الكلام لأنه ما زال البعض القليل يتحدث رغم الغالبية بتدعو بالنجاح، لأن النجاح هو نجاح مصر يعني. لأننا هذا ولا زال المئات يعتصمون أمام مقر رئاسة الوزراء رافضين لحكومة الجنزوري ومصممين على منعه ومنع أعضاء حكومته من دخول المقر، بينما يمارس رئيس الوزراء مهام عمله من مقر وزارة التخطيط التي كان وزيرا لها في عهد الرئيس المخلوع. من جهة أخرى، نظم العشرات من المعتصمين أمام مجلس الوزراء مساء أمس مسيرة سلمية إلى دار القضاء العالي، حاملين نعوشا رمزية من مقر اعتصامهم بشارع مجلس الشعب للمطالبة بالقصاص لشهداء الثورة منذ اندلاعها وحتى أحداث شارع محمد محمود الذي بات يعرف باسم شارع عيون الحرية. وقبل بدء المسيرة أدى المشاركون فيها صلاة المغرب في ميدان التحرير، ورددوا هتافات ضد المجلس العسكري كما رددوا النشيد الوطني. وفي ميدان التحرير شهدت جمعة أمس التي أطلق عليها اسم جمعة حراسة الثورة حالة من الهدوء، حيث لم يتجاوز عدد المتظاهرين العشرات، حملوا لافتات تندد بحكم العسكر وتطالب بمحاكمة الرئيس السابق. ولم يشهد الميدان إلا منصة واحدة فقط أقامها بعض الشباب، في حين غابت الأحزاب تماما عن الميدان ولم يظهر أي من الشخصيات المعروفة. وانتقد البعض غياب الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة الذي كان من بين الداعين لتلك المليونية. وإلى جانب جمعة حراسة الثورة نظمت أمس جمعة أخرى بعنوان السياحة رزقنا، دعما لعودة الأمن للبلاد حتى تعود السياحة التي يعمل بها عشرات الآلاف من المصريين. تقرير مراسلتنا ياسمين عادل رصد مطالب العاملين في السياحة وبعض الشخصيات العامة التي شاركت فيها. نظم العاملون في مجال السياحة بالتعاون مع جمعية حماية ظهر أمس تظاهرة بميدان الرماية تحت اسم جمعة السياحة رزقنا، وذلك للمطالبة بعودة الأمن والدفاع عن مجال السياحة ضد أي تصريحات تقلل من أهم مصادر الدخل القومي لمصر. فاحنا بنطالب الحكومة الجديدة ان هي تعتني بالسياحة وتدعم السياحة وتحقق الأمن. وقفتنا هنا علشان خاطر كلنا بنرفض التصريحات اللي هم قالوها بان السياحة مش مصدر رزق. السياحة وراها تقريبا من حوالي 4 ل 8 مليون واحد بياكلوا من وراها رزقهم.
احنا زوجات محجبات امهات لاطفال، عندنا دين عندنا اخلاق، ما عمرناش هنوافق. احنا لما بيبقى في سايح بيطلب خمره ما بنرشدش عنها، بنقول له اسال الويتر، هو اللي مسؤول، هو اللي يتحمل الذنب. بيرجع لي بعد كده بقول له انا كنت عارفه بس ما اقدرش اقول لك، ديني ما بيسمحش بكده. اذا احنا شغالين برولز. السياحه الثقافيه جزء مهم. اخر حاجه تفكروا فيها البيكيني والخمره. شارك في الوقفة وزير السياحة منير فخري عبد النور وعدد كبير من المرشدين وأصحاب البازارات والفنادق والائتلاف العام للسياحيين ونقابة المرشدين السياحيين، كما حضر بعض الفنانين لتأكيد دعمهم ورفضهم لأي شخص يمكن أن يضر بتاريخ مصر. السياحة مش بس رزق العاملين فيها، ده رزق مصر كلها. يعني هذا الدخل القومي المهم يجب النظر إليه بعين الاعتبار الشديد جدا وتنميته. احنا بنطالب انه السياحة تشتغل وتمشي على نمط معتدل يريح الجميع وما يوقفش العمل. تصريحات بعض الرموز التي اختزلت السياحة في العري والسكر زرعت في قلوب العاملين بالسياحة الخوف على حضارة مصر وعلى مصدر رزقهم، فتجمعوا في أول تظاهرة أمام حكومة الجنزوري للمطالبة بحماية الحضارة المصرية. فهل ستحقق لهم الحكومة ما يطلبون؟ ياسمين عادل، صباحك يا مصر. نظم العشرات من سكان منطقة ماسبيرو وقفة احتجاجية أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون أمس، اعتراضا على تهديدهم بالطرد من منازلهم بعد سقوطها عليهم وعدم السماح لهم بترميمها. ولجأ المحتجون إلى إطلاق سرب من الحمام ليعكسوا مدى سلمية مظاهرتهم ومطلبهم العادل في إيجاد مساكن بديلة لهم في منطقتهم، مرددين بصوت واحد بولاقية بولاقية. ورفع عدد من المشاركين لافتات كان منها نعم للتطوير ولا للتهجير. أعلن المستشار أشرف البارودي أمس فوز المحامي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجائزة المحارب المصري ضد الفساد بعد حصوله على أعلى الأصوات في الاستفتاء الذي أجرته حركة مصريين ضد الفساد للعام الحالي. وقرر خالد علي إهداء قيمة الجائزة المالية التي تبلغ 8,000 جنيه إلى مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، وذلك تقديرا لدورها الكبير في محاربة محاكمة المجلس العسكري للنشطاء المدنيين. واحتلت حركة رقابيون ضد الفساد المركز الثاني، بينما حصلت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية على المركز الثالث. وجاء الناشط علاء عبد الفتاح في المركز الرابع، بينما كان المركز الأخير من نصيب الناشط العمالي كمال أبو عيطة. وفي آخر أخبارنا، تشهد مصر ودول منطقة الشرق الأوسط مساء اليوم خسوفا كليا للقمر، هو الثاني والأخير هذا العام. الخسوف يمكن رؤيته بالعين المجردة في القاهرة لمدة ساعة و20 دقيقة تقريبا، بدءا من الساعة 5 مساء بعد غروب الشمس. ويمكن رؤية الخسوف في أوروبا وشرق إفريقيا والأمريكتين والمحيط الهادي والفلبين وشرق وشمال آسيا، ويتفق وسطه مع توقيت بدر شهر المحرم للعام الهجري الحالي. ويمكن رؤية الخسوف بالعين المجردة ولا يسبب أي ضرر للعين. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. الأموال المهربة إلى سويسرا في طريقها إلى مصر، ومطالبة إسبانيا بتسليم حسين سالم. استمرار الجدل حول تكوين المجلس الاستشاري بعد انسحاب الإخوان وشخصيات عامة. الجنزوري ينفي تبعيته للنظام مبارك ويستهجن حملة الهجوم الشبابية عليها. انتهت نشرة الأخبار، فاصل قصير ونكمل بعده. صباحك يا مصر.